من كام يوم وانا رايح الصلاه لقيت راجل ماشي ومعاه ابنه كفيف. الراجل ده كان ساند ابنه الكفيف وماشي بيه خطوه بخطوه، فكان يقول لابنه ارفع رجلك يرفعها، نزل رجلك ينزلها، هنا في سلم فالولد يبدا يطلع مع السلم، هنا في عتبه ارفع رجلك زياده يرفع رجله زياده. سبحان الله، كل كلمة الراجل قالها لابنه ابنه كان بينفذها بالظبط. الموضوع ده جاي من ثقة ابنه فيه، ابنه متأكد ان ابوه مستحيل يوقعه، وان وقعه ابنه هيعرف ان ده غصب عنه وهيسامحه عشان واثق فيه. وهي دي القاعدة بتاعت النهاردة، الثقة. في قول جميل قوي لحد من الصالحين بيقول 3 خصال من الولاية اللي هي انك تبقى ولي لله حبيب ربنا، كان منها الثقة بالله في كل شيء، انك تبقى واثق في ربنا في كل حاجة. عارفين قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع سيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو بكر بيقول له ده لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تظن إيه بس وربنا معانا؟ في القرآن لما قوم موسى خلاص فرعون داخل عليهم، ربنا بيقول فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، اتقفشنا. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، أنا واثق في الله تمام الثقة. قصة موسى من أعجب القصص في الموضوع ده. ربنا بيقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. خايف عليه؟ حطيه في تابوت. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، ارميه في النيل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ربنا سبحانه وتعالى ألقى في روع موسى إن هو ده الصح، أنت خفتي عليه حطيه في تابوت وارميه في النيل وسيبيه. تثق في الله وتعمل كده، فربنا سبحانه وتعالى يعمل معاه إيه؟ يرد لها ابنها. يا جماعة الثقة في الله من تمام محبة العبد لربنا سبحانه وتعالى، ومن تمام الثقة في الله انك تثق في ربنا في 3 امور. اول حاجة فيهم انك تثق في اوامر ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا امرك بالحجاب كان عارف ان في عريس ممكن يجي او ما يجيش، ولما امرك بانك تصلي في ميعاده كان عارف ان في شركه ممكن ما تقبلش ده، فانت ما تغيرش اوامر ربنا عشان خاطر حاجه في بالك. احد الصالحين بيقول كلمه حلوه قوي، 3 خصال من عمل بهن اعطاه الله الجنه. كان منهم ايه بقى؟ ان يكون بما في يد الله اوثق مما في يديه، انك تثق باللي في ايد ربنا اكتر من اللي في ايدك. فلو انت هتجيب العريس بالطريقه دي، لا 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 لا، ربنا هيجيب لي الاحسن. لو انت هتجيب الشغل بالطريقه دي، ده ربنا هيجيب لي الاحسن. فيبقى اول حاجه نثق في الله في اوامره. طيب وايه كمان؟ تاني حاجه ان احنا نثق في الله في اختياراته لينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. انت عمال تدعي ربنا تقول له يا رب الشغلانه دي، يا رب العريس ده، يا رب الشقه دي، يا رب العربيه دي. انت عارف الخير فين؟ في حاجات لو ربنا استجابها ليك تبقى مصيبه عليك، انت شايفها خير بس ربنا اعلم. حاضر يا رب، خلاص. يبقى تاني حاجه ان احنا نثق في اختيارات ربنا لينا. وتالت حاجه ان احنا نثق في رحمة الله عز وجل، انه ربنا سبحانه وتعالى هيرحمنا وهيتوب علينا مهما كنا عملنا، وانه حسابه يوم القيامة لينا رحمة. حماد بن سلمة كان بيقول لو خيروني بين ان يحاسبني الله او ان يحاسبني ابي وامي لاخترت ان يحاسبني الله فهو ارحم بي من ابوي. شوف الثقه في الله عامله ازاي. فمن تمام حبنا لربنا ان نثق في اوامره وفي اختياراته لينا وفي رحمته بينا يوم القيامه. ودي كانت قاعده النهارده، الثقه، انك تثق في الله. انتظرونا ان شاء الله بقى قاعده جديده كل يوم اثنين وخميس زي ما تعودنا. هتوحشوني لحد المره الجايه. اني احبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.